بعيدا عن الطابع الفولكلوري للثقافة، كيفاش يمكن أنه الثقافة البعد الثقافي يأخذ الدور ديالو في هذا المجال؟ هذه مسألة كذلك مهمة، يعني أتى بها يعني نموذج يعني تقرير. وصراحة يعني الثقافة اليوم الحسانية خص رد الاعتبار لها، لأنها يعني ظلت مغيبة، أو حتى لا نقول مغيبة، على العكس يعني بعد كتحضر بواحد الشكل قليل، سواء يعني في الإعلام، وكان يتم اعتمادها صراحة فولكلوريا، يعني في التظاهرات الحزبية أو في الندوات، أو حتى يعني في التظاهرات كتكون في السفارات بالخارج. وهذا احنا ننبذه، لأن الصحراوي أولا هو قبل أن يكون كزي، هو أولا هوية، وهي انتماء، وهي فكر، وهي محددات الشخصية. يعني وجب رد الاعتبار لمجموعة من المسائل التي تجسد الثقافة الحسانية، واللي على رأسها كذلك يعني الخيمة الصحراوية لما تجسده يعني من قيم التعايش السلمي. والأكيد على أن هذه المسألة تحديدا الخيمة راه تم التجني عليها مباشرة بعد أحداث قزيميزيك، وهذا صراحة كان ناشدو. احنا اليوم غار في نقاش أخوي صريح من أجل بناء يعني واحد الوطن اللي قوي. من بعد قزيميزيك صراحة اليوم في الصحراء كانت في شاطئ العيون في الصيف في الواد، وشاطئ يعني طنطان الوطية كيتموا الناس في الصيف اللي في طياف بناء الخيمة. اليوم أنا هذا الصيف كنت في طنطان في الوطية، الأمن راه ما كيخليش الإنسان الصحراوي يبني خيمة. هو هذا راه إقبار واحد الهوية، إقبار واحد الثقافة. احنا راه لا نرضى اليوم كنقولوا على أنه إذا كاين شي تظاهرة يعني عندها طابع سياسي وسميتو احنا معاه، يعني ما تبنيش الخيام، ولكن حتى في مجرد الاصطياف مثلا الخيمة تبنى في الصحراء، هذا راه مشكل كبير. يعني خاصنا نراجعوا هذه المسائل في الثقافة، وفي يعني عودة يعني الحياة يعني كما هي في المجتمع البدوي، المجتمع الصحراوي اللي صراحة راه هو مجتمع سلم، غير الطابع السياسي يعني ركز مع كل شيء كنتعاملوا معه أمنيا.